النهارده هنشرح خصائص اللايرز على الفوتوشوب. يعني ازاي اعمل لاير جديد بكذا طريقه. ازاي مثلا اعمل لللاير محاذاه او للشكل او للسبجكت بتاعي اعمل له محاذاه في النص بالظبط في نص العمل. يعني انا عندي عمل مثلا عايز ابقى السبجكت بتاعي ايا كان ايه، شخص بقى، صوره، شكل، عايز احطه في نص العمل بالظبط. هنعرفها ازاي بنعملها وهي بسيطه خالص. مثلا هنعرف خصائص الجروب، يعني مثلا لو عملت تاثير على الجروب هيطبق على كل مش على لاير واحد. وهنعرف ازاي نعمل تأثيرات على اللايرات. لو اللاير نفسه ازاي اعمل له تأثير، ازاي اعمل له دروب شادو، ازاي اعمل له ستروك، ازاي اعمل له كلر اوفرلي. حاجات كتير هنعرفها النهارده. دلوقتي انا فاتح برنامج الفوتوشوب عشان نعرف مع بعض خصائص اللاير. اول حاجه مثلا انا عايز اعمل لاير جديد، هروح على العلامه دي نيو لاير وادوس عليها، هيعمل لي لاير جديد فاضي خالص. دلوقتي انا مش عايزه، انا مثلا عايز الدايره الرمادي دي عايزها مثلا اكررها. ممكن ادوس كنترول وحرف الجي هيعمل لي لاير جديد منها اهو، عمله لي لاير جديد وحدي. في طريقه تاني ممكن اقف على اللاير بتاع الدايره، ابقى عامل سيلكت للدايره الرمادي وادوس ال وادوس كليك شمال واسحب. نفس الفكره هيعملها لي في لاير جديد. او في طريقه تاني ممكن امسكها هي نفسها واروح بيها على نيو لاير هيعمل لي لاير جديد ليها برضه. او اعمل ازاي نسخه، لو عايز اعمل تاثير على اللاير نفسه هدوس مثلا دبل كليك هيطلع لي اللاير ستايل. دروب شادو مثلا اختار الاخيره دي وابدا بقى العب في الاعدادات اهو. بدا يظهر من تحت الستروك اهو، مثلا انا عايزه ستروك مثلا نخليه احمر مثلا اهو، عمل خط احمر حوالين الدايره من بره. كلر اوفرلي مثلا ان انا اغير لونها اخليه اي لون تاني، مثلا خليته ازرق مثلا. دي تاثيرات، والتاثيرات دي بتنطبق على اي لاير مش على شرط لاير واحد. لو مثلا انا حاططهم في جروب اعمل سيلكشن لللايرات اللي عايزها احددها وادوس كنترول جي هيعملهم لي في جروب، او امسكهم واحطهم في علامه الجروب هيحطهم لي في جروب. بس دلوقتي لو عملت دبل كليك وعملت مثلا دروب شادو او ستروك هيتطبقوا على الاثنين سوا، لان هو كده بيطبق التاثيرات على الجروب ككل مش على لاير واحد. المحاذاه بقى ازاي مثلا اعمل محاذاه. هنخفي الدايره الرمادي دي، عايزين نعمل محاذاه للدايره الحمراء دي في نص العمل بالظبط. هقف مثلا هعمل سيلكت اللاير الدايره الحمراء واللاير الباك جراوند مع بعض وابقى مختار الموف تول واختار محاذاه افقيه وراسيه. بقيت كده في نص العمل بالظبط.